مبقاش عارف يبتدي منين. أنا النهارده أستاذ محمد حمدي هتكلم عليه، أستاذ سيد أخويا الفاضل، الأمر محير، ولكن السيد يقول هتكلم عليه الأول وهنهي أخويا محمد. أستاذ سيد يقول يمكن عهده بينا في رواية قريب مش بعيد، ولكن الراجل بيدي مثال الإنسان بيشتغل المجتهد اللي بيقدر يفرض نفسه على المكان اللي هو العملية مش تواجد أو إنها اسم وخلاص أو كده، لا. يا إما أنا أبقى موجود في مكان بضيف، يا إما شكرا مش كمالة عدد أو زيادة. فأخونا السيد مجرد إن هو ضم على مجموعة ضوئي كان لازم بمجهوده وبامكانياته الموجوده عنده كان لازم كله يوسع له، وده اللي حصل. العبد فايق لله، اخواتنا كلها، استاذي احمد حمله، كلنا تركنا وبقينا في ظل هذا الراجل. قام واضاف ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. دي حاجه. اما من حيث العمل الاخير يمكن ده كان يعني معاصر بينه وبينه روح ابداعات قبل كده، ولكن اول ما اتكلم على العمل دوت يمكن انا حسيت بحاجه غريبه. كنا رايحين القاهره انا هو والاستاذ احمد في العربيه فبيحكي عنه، فانا حسيت كده بحاله غريبه، وايه الموضوع ده وايه اللي هتخش منطقه بقى شيطان وهيتكلم في الموضوع ده وعفاريت وحاجات كده. فقلت ولكن انا قلت الراجل ده لو اجاد، وقلت له الكلام ده، لو اجاد في هذا العمل هيبقى نقله نوعيه في عالم المسرح، وده فعلا اللي حصل. وكنا معاه، ويمكن لما كنا في مطوبس وكان السيد ابو الخير ياكل الازاز والحديد والحاجات ديت والسمك الني والجمر المولع وبتاع، فانا همسته في ودنه قلت له يا استاذ سيد ده احسن حاجه لعفاريت والشياطين ده حاجه جامده جدا لو حطيته في ما شاء الله. وهو شاطر ربنا يزيده وبيعرف يوظف كويس قوي الحاجه داخل النص، يعني يعرف يوظفها كويس قوي. كذلك برضو اخونا اللي بيغني ده برضو اي حاجه خدمت النص كنا كلنا يعني كمجموعه مع بعضينا بندردش وبتاع واللي ينفع واللي ما ينفعش، ونتكلمنا هنتكلم كتير علشان طبعا وقتكم وكده. ننقل بقى ذكريات الشباب. اخويا محمد حمدي. محمد حمدي قاص من قصاصين اسكندريه الموجودين، وهو من جيل اواخر السبعينات واول الثمانينات. كنا في الوقت ده لسه شباب يعني وكده، وما شاء الله هو قاص وناقد ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ولجأ في النقد برضه بقدره علميه، وقرأت له مقدمه ديوان لحد حسيت ان هو فعلا عنده يعني ما شاء الله يعني ناقد جامد يعني. المهم ان اخويا محمد حمدي من اهم الذكريات الجميله طبعا انا لما قابلته في النادي المصري قلت يا رب يكون هو، وميلت عليه وقلت له يا رب تكون انت. قال انا. فالمهم ان الذكرى كانت في سنه 87 كان في مسابقه في جورنال الاخبار، وما كانش بقى فيه لا فيسبوك ولا الشهادات والتكريمات اللي انتوا شايفينها والحاجات اياها ديت، والدكتوراه كذا والعالم كذا والبتاع كذا، كل ده ايه ما كانش فيه الكلام ده. كان تقدم الاعمال عن طريق الجورنال وبيفرز الاعمال قامات مصريه ما حدش يعرف عنهم حاجه. تفاجئ زي ما بتقدم تبعت بالبريد زي ما بتلاقي اسمك في الجورنال موجود، فزت او ما فزتش او كده، طالما انت بتتابع صفحه الادب في الجورنال. فوجئت الحمد لله في السنه ديت يمكن اسكندريه اكتسحت كتير في المسابقه دي،
فكنت العبد الفقير لله خدت الاول على العاميه او على الجمهوريه العاميه، ومحمد خد الاول في القصه، وكان معانا احمد النقيب خد شعر برضه، ويعني عملنا، وكان معانا استاذ محمد مكيوي، وكان معانا استاذ محمد مكيوي، وكان جايزه المسابقه ديت اقامه اسبوع في العريش في فندق جزء بروي، واستضفنا فيها منير شاش، ده كان محافظ شمال سيناء في ذلك الوقت، ورحنا العريش، وكان لسه احمد اقول لكم كان حديقه حيوان ناشئه كده على الحدود، السلك اللي بين رفح المصريه ورفح الفلسطينيه واللي استعمروها بقى اليهود وكده. كان حاجات بدائيه يعني، حاجات، والصور دي ان شاء الله يعني هي موجوده، بس انا مهمل شويه في ترتيب الحاجات ديت، فان شاء الله الحاجات دي هطلعها باذن الله. واحمد تاريخ كبير فعلا زي ما اتقال ان في ناس ما خدتش حقها، فمحمد حمدي من الناس فعلا الادباء اللي هم يعني كان لازم يكون طبعا يعني معروف اكتر من كده من زمان مش من دلوقتي. وطبعا اذا كان انا وصلت لكذا او مؤلفات او اي حاجه او ربنا من عليا باي حاجه، فالفضل اولا واخيرا يرجع لاستاذي الاستاذ احمد حمله، الراجل اللي انا يعني خد بايدي وانا طفل صغير، وهقولها في كل حته وهقولها في كل مناسبه، لان هذا الرجل برضه كان لازم ياخد حقه اكتر من كده. وشكرا جزيلا. حاجه